اليوم رحل عادل غالب الملقب بفؤاد أخين، بكرة سأرحل أنا وأنت. ونصيحتي للمغتربين بشكل عام، يا أخي لا تهرب من صديقك مهما كان الأمر. الذي يدخلون جديد عميان يا رجال، ما يعرف شيء بالسعودية، لذلك أنت رد علي يا أخي، لا تدعمم. في ناس ما يرد عليك، ناس ما يفتح الواتساب، ناس حتى ما يرضي يجيب رقم. يا أخي ليش؟ صل على النبي، هو ما يبغى يدور منك لا فلوس ولا شيء، ويحتاج منك فقط لأنت توقف معه تشوف له عمل، لأنك أقدم منه وأعرف منه. تفهمون كيف يا رجال؟ لذلك خليكم يدا واحدة، نفعل قد ما نستطيع. إذا لم تستطع أن توفر له عمل، قل لي يا صاحبي عندنا 3 تطبيقات تنزلها من متجر بلي، حراج، السوق المفتوح، مرجان، وعلمه كيف الطريقة، وينزل له إعلان وبحث، وربي يدي رزقه والدنيا بخير. في ناس أقسم بالله يا رجال ضايقين مهمومين لا يعلم بهم إلا الله. يا رجال إذا وقفنا يوم يومين إحنا نضيق ونهم وينزلنا ضيق لا يعلم بالله الله، ما بالك بالذي يرقد شهور، 2 3 وناس يرقدوا 6 7 شهور. صلوا على النبي يا رجال. لا تتهرب من صديقك مهما كان الأمر، قف مع صاحبك، دل على الخير، والدل على الخير كفاعل يا رجال. صلوا على النبي. سأل الله أن يرحم عادل غالب ويسكن فسيح جناته. تحياتي لكم.